كانت الفنانة ناهد شريف تزور قبرها وتبكي في ذكرى رحيلها. زارت باتريسيا أو باتي ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف صباح اليوم الجمعة قبر والدتها للمرة الأولى منذ رحيلها في 7 إبريل عام 1981 تأثرا بمرض السرطان. ورافقت باتي في زيارة قبر ناهد المذيعة بوسي شلبي التي شاركت متابعي حسابها الرسمي بصورتين جمعتها بباتي ظهرت الأخيرة في إحداها وهي تبكي. كما نشرت بوسي فيديو ظهرت خلاله وهي تقول لحظة إنسانية كلها مشاعر وحب. يوم 7 إبريل عام 1981 توفيت الفنانة الكبيرة اللي كلنا بنحبها وبنقدرها ناهد شريف. سميحة محمد زكي اسمها الحقيقي، هي الفنانة التي حبيناها وعشقناها وتابعت عندها بنت حلوة كانت كل حياتها وفرحة عمرها، وبالنسبة ليها هي كل السعادة. هي الوحيدة في حياتها اللي كان فيها مآسي كتير. ربنا حب يرضيها قبل ما تصاب بمرض السرطان ببنت جميلة اسمها باتريسيا من أب لبناني. بعد الوفاة عاشت مع والدها في لبنان، وفي ذكرها قررت تيجي وتزور قبرها. جدير بالذكر أن الناقدة ماجدة خير الله كانت كشفت في الأيام الماضية عن زيارة باتي إلى القاهرة لإحياء ذكرى رحيل والدتها الفنانة ناهد شريف.